وفجأة كيبان واحد السيد نقز الصور ديال المقبرة ومشى كيجري، وصل على واحد السيدة دايزة في الطريق اللي دايزة من قدام المقبرة، وهو هاز واحد الحجرة وداير واحد اللتام على الوجه ديالو باش ما يتعرفش. وبمجرد وصل عند هاد السيدة هادي وبدا كيعطيها غير الوجه، شد ديك الحجرة وبقى كيضرب فيها الوجه، بقى كيضرب فيها الوجه حتى هرس ليها المنخر وهرس ليها الحواجب وهرس ليها فمها، يعني مسح ليها الملامح ديال وجهها، دار ليها السكانير لوجهها. هاد المجرم هذا تكرفس عليها لدرجة أن أقرب الناس إليها ما يقدروش يتعرفوا عليها بلا بطاقة الهوية. السلام ورحمة الله، إن شاء الله تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. القصة ديال اليوم قصة حزينة جدا جدا، وأنا كنوجد فيها قصة حزينة. إذن على بركة الله، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باش نفهموا القصة مزيان نرجعوا بالزمان ل 2005، وبالضبط مدينة تونس الحبيبة، وبالخصوص هنا غادي الأحداث ديالنا غتكون في مدينة القيروان. مدينة القيروان اللي معروفة في تونس. في هذه المدينة هذه الهادئة، أحد الأحياء ديالها كتعيش واحد البنت السمية ديالها نور. السمية ديالها نور. هاد البنت هذه معروفة تما في الحي أنها واحد البنت اللي هي عندها أخلاق عالية وظريفة واللي عمرها دار وجميلة بزاف، يعني كل مقومات الجمال فيها. إنسانة يعني متخلقة وعايشة مع الأهل ديالها، يعني في سكينة وهدوء وبخير وعلى خير ما خاصهم تا خير. هي بالنسبة للمهنة ديالها، المهنة ديالها كانت كتخدم في واحد المستشفى، يعني كتخدم في واحد المستشفى في القيروان اللي السمية ديالو مستشفى الأغالبة، وراه معروف هذا عند الإخوان التوانسة. المهم تم في هذا المستشفى هذا كتعامل مع الناس بزاف بواحد الرحمة، بواحد العطف، يعني بواحد التعاون واحد التآزر. دائما هي كيبقاو فيها الناس، دائما كتهلا في المرضى ديالهم، يعني ديولها كتعتني بهم على أحسن وجه. كتعطيهم أكثر من داكشي اللي كيتعطى. ومعروفة تما في داك المستشفى أنها إنسانة، يعني إنسانة يعني فيها واحد الخير اللي هو بزاف، وكيبقاو فيها الناس بزاف لدرجة أن المرضى آه، يربطهم مع واحد العلاقة وطيدة بزاف. المهم واحد النهار تقدم ليها واحد الشخص، يعني تقدم ليها، مد ليها اليد ديال الزواج، قال ليها بغيت نتزوج بيك. وهاد الشخص هذا سميتو محمد. محمد حتى هو غير ولد الحي ديالهم، وكيعرفوا بعضياتهم من زمان، ولكن حقيقة هي ما باغيش الزواج. يعني سنوات هو تابعها على الزواج ومراقبها وتيقول لها بنتزوج بيك وكذا ومن لهيه، ولكن هي الحقيقة ما عينهاش في الزواج. علاش ما عينهاش في الزواج؟ لأن العمل ديالها يعني عمل في شكل العمل ديالها، قلنا أنها كتخدم في المستشفى، يعني في سبيطار. وحتى كما كتعرفوا فالناس اللي كيخدموا في المستشفى تيكونوا شوية مشغولين، خصوصا أن هاد نور واحد الإنسانة اللي هي فيها الرحمة، فيها العطف، وكيبقاو فيها الناس بزاف. يعني دائما كتقدم اكثر من داكشي اللي عندها في المستشفى. ومسألة أخرى، راكم عارفين بعض المرات المستشفى كيكونوا شي حوادث سير ولا شي أمور طارئة، يعني تيقدروا الناس ديال الإدارة كيقدروا يشدوك واحد المدة كتيرة. وخصوصا إلا كان شي إنسان ولا إنسانة بحال نور، فتيكون عندهم قلب كبير وفيهم الرحمة، يعني تيتعاونوا مع دوك الناس المرتفقين اللي كيجيو للمستشفى. ولكن من بعد ما هاد محمد، يعني اللي عيا ما يقول لها نتزوجوا وما بغاتش، من بعد ما لح عليها، يعني لح عليها وكثر عليها وتابعها ومراقبها، تيقول لها نتزوجوا وكذا وانا كنبغيك وانا مده وانا كنتسنى فيك. المهم قررت باش تزوج بيه، قالت
السيد مدة هو تابعني، نتوكل على الله ونتزوج به. فعلا تزوجوا وداروا العرس، الامور كانت يعني مزيانة وعلى ما يرام. سكنوا في الشقة ديالهم، الامور بخير. دازت عام وهما عايشين بخير وعلى خير. ولكن من بعد هذا العام هذا، هنا بدات كتبان المشاكل. كتبان المشاكل علاش؟ لان حتى لهنايا هاد السنه كامله اللي مرت، نور هي اللي كانت كتصرف على الدار. وهو الزوج ديالها ماشي ما خدامش، ولكن ما على بالوش بالخدمه. يقدر يخدم شهر، يتوقف اسبوع، ولا شهر ولا اكثر كاع، فهمتي؟ كما تنقولوا حنا المغاربه ما على بالوش يعني. عنده هانية، يخدم وقت ما بغا، يوقف وقت ما بغا. وحتى داك الفلوس اللي كان كياخد من الخدمة ديالو، يعني ما كانش تيعاون نور على المصروف ديال الدار ولا الحاجيات ديال الحياة يعني. كانت نور هي اللي كتصرف، اما هو فكان غير الفلوس ديالو يلاه قادينو، تيخرج يدور بيهم وياكل بيهم ويتقدى بيهم، والا كان كيدخن يدخل بيهم، يعني راكم عارفين، ويتنقل بيهم يعني. الفلوس ديالو يلاه قادينو. هنايا البطلة ديالنا نور ما عجباش الحال، قالت هذا الراجل هذا هو اللي خاصو يتحمل المسؤولية، وهو اللي راجل، وهو اللي عنده كذا ولهيه. تالين وحنا نبقاو في هذا الحال هذا، حنا ما غنديرو مستقبل، ما غادي كذا. وخصوصا ان هاد الفترة هادي تزاد عندهم واحد الوليد يعني. تزاد عندهم اول ولد، وراكم عارفين يعني ملي كيتزاد اول ولد او اكثر من ولد، يعني تيوليو الدراري خاصك الحليب وليكوش والصحة وبزاف ديال الامور والحوايج قد ما الدراري كيتزادوا كيكبروا كتكثر المصاريف والحاجيات ديالهم. ففكرت مزيان وبان ليها ان هادشي اللي كيدير الزوج ديالها ما خدامش و... يعني ماشي ديال الانسان اللي هو عاقل. يعني بدات المشاكل كتكثر، وبداو مره كيتصادعوا، مره جاء الابن الثاني، زادوا الابن الثاني وباقى المشاكل وكذا. زادوا الابن الثالث وباقى المشاكل، ونفس المشاكل. الزوج يعني ما بغاش يتغير، باقي على الحال ديالو، تيخدم غير ملي كترشق ليه، وما كيعاونها بتا حاجه، وهي مسكينه اللي كتخدم و... ومدبره الامور ديال الدار. صافي واحد النهار كعات ديال بصاح وطلع عليها الدم وعيات من هادشي. قالت لي يا ود الناس، خاصنا نطالقوا، هادشي راه ما خدامش، انت ما بتحمل مسؤوليه ويلا قاد راسك وما على بالكش. قالت لي خاصنا نطالقوا. هزت الولاد ديالها واحد النهار ما كانش، هزت الوليدات ديالها، جمعت الاغراض ديالها، وهي توكل على الله، وشدت الطريق ديالها لعند الاهل ديالها. هزت ولادها ومشات لعند الاهل ديالها، ورفعت عليه دعوة في المحكمة باش تاخد النفقة ديال الدراري والتعويضات ديالها، ودارت محامي. فعلا الدعوة ديالها يعني تكلات بالنجاح، وربحات الدعوة، خدات الدراري، والمحكمة حكمت عليه بالنفقة وبالتعويضات. فهنايا الشخصية ديالنا اللي هو الزوج ديالها السابق، من بعد ما طالقوا طلع عليه الدم بزاف وتعصب ومرض، ودخل في واحد الحالة يرتلاها، ولا كيصيفط الناس اللي عند الزوجة ديالو اللي علىها وعسى يعني تراجع وترجع ليه، ولا دائما كيتلقى ليها في الطريق، دائما تابعها للخدمة، دائما تابعها. حشومة عليك، هاد الدراري غادي يضيعوا وكذا ومن لهيه. واللي لقاه من العائلة ديالو كيصيفطو باش يطلب، واللي لقاه من العائلة ديالها نيت اصلا كيصيفطو باش يطلب عندهم في الدار، يطلب والديها. ومهم اي واحد كيبان ليه عنده قيمة ولا يعني محترم، كي يهضر معاه وكيقول لي بغيتك توسط ليا عند الاهل ديال الزوجه ديالي السابقه، راني بنردها، وراني ان شاء الله غادي نغير حالي وكذا ولهيه. المهم بقى تابعها دايما، ومع هذا الاصرار ديالو قررت باش ترجع ليه. ولكن
مع شروط. قررت باش ترجع ليه، ولكن مع شروط. اول شرط قالت لي يا سيدي، خاصك تغير، خاصك تغير، تولي تخدم، تهز شويه المسؤوليه، يعني بحال كاع الرجاله. هاد الامور هادي اللي كدير يعني راه ما، يعني راه تندم عليها. هذا الشرط الاول قال لي ايه، مرحبا كوني هانيه. الشرط الثاني وهو هذا اللي شويه صعيب. هاد الشرط هذا شويه صعيب. علاش؟ لان محمد كما كتروي الاحداث والمصادر ان محمد كان كيغير على الزوجه ديالو بزاف، كيغير عليها لواحد الدرجه ما كتخيلش. لبزاف ديال الاسباب هادشي كيرجع من بينها ان الزوجه ديالو تبارك الله ما شاء الله عطاها الله واحد الجمال، ما شاء الله جمال اللي هو يعني كيلفت الانتباه. وامور اخرى كاين اللي اصلا كيكون فيه هاد الغيره يعني طبيعيين كيكون فيه. المهم الشرط الثاني كيف ما قلنا هو قالت ليه اعطيني واحد المساحه ديال الحريه، قلت لي خليني نتمتع بواحد شويه ديال الحريه، ما تبقاش غير مرافقني لاي مكان. يعني من قبل ملي كانوا مزوجين قبل ما يطالقوا كانت اي بلاصه غاديه ليها كيمشي معاها، غاديه للعمل كيرافقها، غاديه توصل شي واحد في ولادها المدرسه كيمشي معاها، غاديه السوق كتمشي معاها، كيمشي معاها، يعني دائما هو غادي معاها اينما حلت وارتحلت. اذا قالت ليه تعطيني واحد شويه ديال الحريه، ما تبقاش غير لاصق فيا وتابعني. قال لها ما كاين حتى مشكل، الله الله عليه. صافي اتفقوا، رجعوا للدار ديالهم عايشين بخير وعلى خير. ولكن بعد فترة من الزمن يعني بدات المشاكل كترجع، ولكن أقل من المرة الأولى قبل الطلاق. يعني رجعت لهم المشاكل، كيتصادعوا كيكدا. بعض المرات ولا كيضربها، بعض المرات كيهددها، كيسيء ليها، إلى غير ذلك من هذه المشاكل اللي معروفة بين الأزواج. إيوا سيدي، واحد النهار من نهارات الله، نور بغات تدي ولدها للمدرسة باش يقرا. يعني كتوصل ولادها للمدرسة، ومني كيكونوا جايين كتجيبهم. المهم واحد النهار دات الابن ديالها للمدرسة، وصلاتو، وقالت منين نوصل الدري للمدرسة اللي غادي نرجع انا نشد الطريق للعمل ديالي للمستشفى اللي هي مستشفى الاغالبة، تما كتخدم كيف ما قلنا. وهي راجعة يعني الخدمة ديالها، دازت من قدام واحد دازت من قدام واحد المقبرة. ديك المقبرة كبيرة وفيها الأشجار يعني بحال الغابة. وهي دايزة فجأة كينقز الصور واحد الشخص مجهول، كينقز الصور وداير واحد التام على الوجه ديالو باش ما يتعرفش ويبقى مجهول، وهاز واحد الحجرة في يدو. فبمجرد هاد خينا هذا كيوصل عندها، كيشدها باليد اليسرى وكيطيحها في الارض، وكيبدا يضرب في الوجه ديالها بديك الحجره، كيبدا يضرب في الوجه ديالها بديك الحجره لاي مكان في الوجه، يعني الحواجب، العينين، المنخر. يعني بقى كيضرب بواحد الطريقه وحشيه لدرجه انه الملامح ديالها تمسحت. يعني غير ليها الملامح، ولات بدون ملامح، بحال يعني دار ليها سكانير. اي واحد من الاقارب ديالها مستحيل انه يقدر يعرفها. علاش؟ حيت الملامح ديالها تمسحات، ما يقدروش يتعرفوا عليها الا ب لا دي ان او بالهويه ديالها. فهنايا وهذاك المجرم باقي كيضرب فيها، وصدفه سبحان الله العظيم جايين واحد جوج من رجال الامن، غير كانوا دايزين، يعني ماشي شي واحد اللي بلاغ ولا شي حاجه. مني شافوا السيده كتاكل في العصا، جاو كيجريو وجراو على الضحيه باش يقبضوه،
عفوا على الجاني باش يقبضوه، ولكن استطاع باش يهرب من يدهم، نقز الصور ديال ديك المقبرة ودخل المقبرة تمايا. هنايا غادي يرجعوا عندها يعيطوا لها الإسعاف. فعلا جات الإسعاف ونقلوها على وجه السرعة إلى المستشفى اللي كانت خدامة فيه. وهنا رجعوا لمكان الجريمة، فالأمن طوقوا ذاك المكان، يعني طوقوه برجال الأمن بعد ما طلبوا المساعدة من الشرطة. ودابا نمشيو مع الضحية للمستشفى. فبعد ما نقلوها للمستشفى، يعني نور كان باقى فيها الحياة وكان باقي فيها الروح، والأطباء يعني تعرفوا عليها بأن هذه هي نور اللي خدامة معهم. تعرفوا عليها غير من خلال بطاقة الهوية اللي كاينة في المحفظة ديالها. كما قلت لكم ما يقدروش يتعرفوا عليها من الوجه ديالها، لأنه مسح ليها الملامح ديال الوجه ديالها. وبعد جهد طويل للأسف الشديد الأطباء ما قدروش ينقذوا هاد السيدة هادي، لأن تعرضت لواحد الهجوم اللي هو خطير بزاف وعنيف، وتعرضت للكسر في الوجه ديالها وفي الراس ديالها. فهنايا السيدة توفات رحمة الله عليها. وهنا البوليس باقي مطوق هذيك المقبرة وكيتسناو في المجرم يخرج. النهار الأول والو ما خرج، النهار الثاني غادي يخرج، النهار الثاني غادي يخرج. يعني من بعد ما عطاش وجاع وحاول يهرب، رجال الأمن كيشدوه وكيعتقلوه. داوه الإدارة ديال الشرطة، قالوا ليه علاش قتلتي هاد السيدة؟ أول مرة نكر قال لهم ماناش وكذا، ولكن من بعد حيت يعني كل شيء يعني الأدلة راه يعني ثابتة في وجهه، ما كاين لا شي يبقى يضيع في الوقت. الاخر قال لهم انا اللي قتلتها. قالوا ليه اشنو هو الدافع باش قتلتيها؟ ما بغاش يتكلم. قالوا ليه قول لنا شنو هو السبب. مع دابا الشرطة دائما تيقولوا المشتبه فيه او الجاني علاش قتلتيها، اشنو هو السبب، اشنو هو الدافع. ما بغاش يتكلم. هنايا ما بغاش يتكلم. مني ما بغاش يتكلم ضغطوا عليه مزيان، هو يبدا يتكلم. قال لهم اودي هادي هاد السيدة هادي سميتها ناعمة. قال لهم سميتها ناعمة، وهاد ناعمة قال لهم هادي قبل 22 عام من هنا. قال لهم قبل 22 عام من هنا، يعني سنة 1994. وفي هاد اللحظة حنايا اللي توفات فيه نور، او في الزمن اللي توفات فيه نور، حنا في 2016، يعني رجع بهم 22 عام للور. قال لهم قبل 22 عام للور، قال لهم هاد ناعمة هادي كانت شهدت ضدي في واحد القضية. هو كان متهم بأنه قتل واحد الشابة أخرى قاصر، كبها وهي تموت. وكانت هذيك ناعمة كانت حاضرة لهاد الجريمة أو هاد الحادثة، وشهدت ضد هاد خينا هذا اللي سميتو محمود. هاد الشخص الجاني القاتل المجرم اللي سميتو محمود شهدت ضده في عام 1994، ودخلته للحبس وحكموا عليه بالإعدام. ولكن 2016 الرئيس التونسي يعني قام بواحد الإعفاء شامل على السجناء ديال تونس. وكان هاد محمود من بين الناس اللي خداو يعني العفو وخرج حر طليق. فمني خرج ما نساش ديك ناعمة اللي شهدت ضده في ذاك الوقت، بسبابها دخل هو للحبس. دوز 22 عام ديال الحبس وقرر باش ينتقم منها. وخصوصا انه هو في ديك الوقت مني شهدت ضده، يعني
كان كما تيقولوا هو شمهاروج ديال الحي، ما كاينش اللي يقدر يشهد ضده ولا يدوز قدامه ولا. فبزاف ديال الناس ومن بينهم والديها والوالدين ديال ناعمة ما بغاوش ناعمة تشهد ضد هاد محمود هذا، لانه عارفينه مجرم ومسخوط الوالدين وما خاسر والو، يقدر يقتلها ولا يقتل شي واحد في العائلة ديالها. ولكن رغم ذلك ناعمة كانت قوية وكانت متشبتة بأنها غادي ترد الحق ديال هذيك الشابة اللي قتلها محمود. ايوا سيدي، قال لهم مني خرجت من السجن، قال لهم شهور وانا كنراقب هاد ناعمة حتى اليوم المعلوم. كنت داخل للروضة او المقبرة، وبمجرد بانت ليا ناعمة دايزة وانا نصفيها ليها بالطريقة اللي قلت لكم. وهنايا الشرطة قالوا ليه امسخط الوالدين، اش درتي امسخط الوالدين؟ هادي راه ماشي ناعمة. قال لهم كيفاش؟ قالوا لي ايه، راك قتلتي سيدة بريئة، راك قتلتي سيدة الاسم ديالها نور. قال لهم، قالوا لي الشرطة هادي سميتها نور. هنايا مسخوط الوالدين اش وقع ليه؟ سبحان الله العظيم، تيقول لك يخلق من الشبه 40. هنا السيدة نور رحمها الله، سبحان الله العظيم، النسخة طبق الأصل ديال هاد الناعمة اللي كانت وشات به قبل 22 عام. يعني كتشبه ليها بزاف، نسخة طبق الأصل، نفس الطولة نفس الجمال نفس، وخصوصا أنه هو يعني مدوز 22 عام ديال الحبس. 22 عام ديال الحبس يعني راه 22 عام ما شافها. فاعتقد واحد الاعتقاد اللي هو جازم بأن هاد السيدة هادي اللي كدوز قدامه وكيراقبها منذ شهور هي ديك السيدة اللي دخلته للحبس وانتقم منها وقتلها. وفعلا عيطوا، رجعوا عفوا البوليس، رجعوا الملفات وصابوا فعلا انه قاتل واحد السيدة سميتها سلافة. قاتلة ديك السيدة وفعلا كان محكوم بالإعدام، وهكاين وهكاين وهكاين. وهنايا كيعيطوا لهذيك السيدة اللي كانت شهدت ضده وكان باين ينتقم منها. يعني قلبوا على المعلومات ديالها وصابوها. وهنا السيدة تصدمت مني قالوا ليها بأنها كان بقتلك تي وتشابهتي لي مع واحد السيدة أخرى وقتلها. تصدمت. شوفوا سبحان الله العظيم الأقدار كي دايرة. وهنايا الإخوان، المحكمة التونسية قررت باش تحكم على هذا المجرم، هذا مسخوط الوالدين، قررت باش تحكم عليه بالإعدام شنقا. كما كتعرفوا فتونس ما كيطبقوش الإعدام بحالهم بحال المغرب، ولكن يعني غير باش يزجروا المجرمين وكحكم رمزي حكموا عليه بالإعدام شنقا. وهذه كانت هي القصة ديالنا. نتمنى إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم، ولا كانت كذلك ما تنساوش تشتركوا في القناة وتخليوا لنا اللايك، ولا عندكم أي تعليق خليه في المكان ديال التعليقات. وما تنساوش أيضا تقولوا لنا الآراء ديالكم في القصة، وخصوصا الصوت، واش الصوت واضح ما واضحش. إلى هنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء إن شاء الله وتعالى مع قصة أخرى.